لكن لما يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في شوارع المدينه ويشوف طفله صغيره جاريه بتبكي، فيقول لها ايه اللي بيبكيكي؟ اصلا المشهد انه يقف ويهتم بطفله صغيره بتعيط في الشارع وهو نبي هذه الامه. تقول له يا رسول الله اهل البيت ادوني درهمين اروح اشتري دقيق، وانا جايه كيس الدقيق اتفتح ووقع مني في الارض. فيقول لها ولا تزعلي، خدي الدرهمين وروحي اشتري وارجعي تاني. فتاخد الدرهمين وتقف تبكي 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 منهاره. فيقول لها ما يبكيكي، خلاص المشكله اتحلت. فتقول له يا رسول الله اخاف ارجع لهم يضربوني. فيقول لها ولا تخافي، هاجي معاكي لحد البيت، ويسيب كل مشاغله ويروح مع الطفله الصغيره الجاريه ويخبط على الباب ويقول السلام عليكم. فيسمعوا يقولوا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا رسول الله. فيقول لهم الجاريه دي حصل معاها موقف كذا وكذا وكذا. فيقولوا يا رسول الله علشان مجيتك لحد باب البيت هي حره لوجه الله تبارك وتعالى. بسم الله.